يا مساء الفل. النهارده عملت وصفه صحيه بالبتنجان. طبعا كلنا بنحب البتنجان. اول حاجه معايا بتنجانيه كبيره، ببتدي اني اقشرها بالمنظر ده وبقطعها بالمنظر ده. بعد كده معايا طاستي السخنه، حطيت زبده وحطيت توم وبصل متقطعين صغير، معايا فلفل الوان ومعايا طماطم. عايزين تحطوا فلفل اخضر والوان حطوا. بعد ما البصل بياخد تشويحه مع التوم، طبعا البصل فيه رشه من الملح، حطيت معلقه كبيره من الصلصه، معجون صلصه طماطم، وضفت البتنجان. بس كده، رشة من الملح، رشة من الفلفل. أكلة اقتصادية وخطيرة. كل ده على نار متوسطة، معايا كوباية من المية لو احتاجت. بس كده بسيبها كده نص ساعة، طبعا بغطي عليها ونار متوسطة. بسيبها نص ساعة لحد ما البتنجان كده يدوب مع المية والخضار بتاعي. كده الخلطة بتاعتي جاهزة. معايا البايركس، ببتدي اني احط خلطة البتنجان بتاعتي وبوزعها على كل البايركس. عندك بقى جبنة شيدر حطي، عندك رومي حطي، عندك موتزاريلا حطي، اللي انت عايزاه. فرن مسبقا على درجة حرارة 200، بتقعد بالظبط 20 دقيقة. وبعد كده اديتها وش في الشواية. اعملوها وبألف هنا وشفا. عملت جنبها رز بسمتي.